فالنبي موسى شمر العصا مالته بالقاع فتحولت حية. فهنا فرعون اتهمه بالسحر، قال له انت ساحر وقاعد تخدع الناس بسحرك، وقال له اكو هواية سحرة يقدرون يسوون اللي انت تسويه، وراح اجيبهم قدامك يسوون نفس هاي الحركات. فجاب فرعون مجموعة من السحرة وحطهم قدام النبي موسى وقال لهم اريدكم تسوون مثل ما هو يسوي. على فكرة زمن النبي موسى عليه السلام كان السحر بيه كلش منتشر، يعني السحرة بذاك الوقت كان عددهم كلش كبير. فعموما اجى كل ساحر قدام النبي موسى شايل بيده عودة، فشمرها قدام النبي موسى، فتحولت هاي العصيان مال السحرة إلى حياية. ورا شوية النبي موسى شمر العصا مالته وكانت تتحول حية عملاقة. ومو بس هيك، حية النبي موسى بدت تبتلع شكو حية موجودة قدامها. فهنا السحرة انصدموا وعرفوا انه هذا نبي، لانه هذا الشيء اللي صار مو شيء طبيعي، لانه هذا الشيء اصلا ما موجود بعالم السحرة. اللي دي يصير قدامهم هاي حية حقيقية تفاعلت ويا باقي الحياية وبدت تبتلعهم وحدة وحدة. فكل السحرة آمنوا بالنبي موسى عليه السلام. فمن طلع النبي موسى فرعون لزم كل هذول السحرة وقتلهم. فهنا ظل فرعون يعذب شكو واحد يتبع النبي. طبعا ظل سنوات يأذيهم ويعذب بيهم لحد ما الله غضب عليه وعذبه هو والقوم مالته. أول غضب من رب العالمين صار على فرعون هو موت الأشجار. الزرع اللي كانوا يزرعوه كل جماعة فرعون كله قام يموت. الأرض مال فرعون صارت غير صالحة للزراعة، فصار عندهم قحط وقلة بالأكل. فكانوا يجون قوم فرعون على النبي موسى يتوسلون بيه حتى يدعي لهم ويرفع عنهم العذاب. ففعلا كان النبي موسى يدعي لهم ويروح غضب رب العالمين عنهم. شوف يعني جماعة فرعون يعرفون بهذا نبي بس معاندين ومتبعين فرعون. فمن يدعي لهم النبي موسى عليه السلام ويرجع كل شيء طبيعي يرجعون يأذون بالعالم. ثاني غضب صار على فرعون وجماعته هو الطوفان. صارت على فرعون فيضانات وأمطار رهيبة، بحيث أمطار أبد ما توقف. والروايات تقول كان نهر النيل يتدفق ويغرق كل البيوت مالتهم. ثالث غضب الله غضب على فرعون والقوم مالته، دزلهم جراد. الجراد هو عبارة عن حشرات وظيفتها تاكل الزرع. فالله دزلهم مجموعات كلش كبيرة من هاي الجراد. الروايات تقول من كثر ما أعدادهم هواية كانوا من يطيرون يغطون حتى أشعة الشمس. تخيل. رابع غضب صار على فرعون هو القمل والبعوض. الله قام يخلي بشعرهم وبأجسامهم قمل وبعوض يقوم يقرص بيهم، بحيث الليل ما يقدر ينام لا فرعون ولا جماعته. طبعا كل هاي الشغلات وهم ما يتوبون. تخيل لحد ما الله رجع غضب عليهم ودزلهم ضفادع. الروايات تقول هاي الضفادع دمرت عيشتهم كلها. وين ما يروحون يلقون ضفدع، دمرت حتى المي اللي يشربون منه. الآبار اللي حافريها يصير بها ضفادع، حتى بغرف النوم مالتهم صارت ضفادع. ليش عبالكم تابوا؟ لا، ظلوا يأذون النبي موسى وجماعته لحد ما الله هم غضب عليهم. وهالمرة الغضب شنو؟ تحول المي مالتهم إلى دم. يعني أي مي قاموا يلزموه يريدون يشربون منه يتحول لونه أحمر وطعمه طعم دم. فعانوا من عطش بشكل كلش فظيع. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. على فكرة زوجة فرعون اللي اسمها آسيا اللي ربت النبي موسى عليه السلام، أول ما اجى النبي وشافت معجزاته قبل آمنت بيه وقامت تعبد رب العالمين ورفضت عبادة زوجها فرعون. ففرعون عذبها عذاب مو طبيعي وآخر شي قتلها.
فرب العالمين ضرب بيها مثل بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فظل فرعون يأذي ويقتل بجماعة النبي موسى لحد ما النبي قرر يعوف مصر بأمر من رب العالمين وياخذ كل جماعته ويطلع. فاجتمعوا كل المؤمنين ويا النبي موسى وطلعوا. فأثناء طلوعهم عرف فرعون إن هم راح يروحون، فأمر كل الجيش مالته يطلع هو وياهم ويقتلوهم كلهم. فأثناء ما يمشون النبي موسى وجماعته وصلوا للبحر وشافوا جيش فرعون يجيهم من بعيد. طبعا كانوا محصورين قدامهم بحر وراهم جيش.